مساء الخير. إيه، كان في يعني قبل الفيديو ده نقاش مع أصدقاء، والأصدقاء دول بيفهموا وعندهم تذوق وعندهم إدراك. بيقولوا لي هو يعني مفيش دلوقتي أغاني شبابية كويسة بتعجبك؟ قلت لهم لا، في أغاني موجودة لكن ما تعجبش، لأن الذائقة اختلفت والفن اختلف ورؤيتنا للفن اختلف. يعني مثلا لما نيجي نقول ان سنة 2023 واحد بيحكي لي، وده بيقع فيه اكتر الزجالين اللي بيكتبوا دلوقتي. يعني اكتر الزجالين اللي بيكتبوا دلوقتي ما تجاوزوش تجربة بيرام التونسي من 70 سنة. طب وانا ما انا عندي بيرام التونسي، انا هقعد اسمعك ليه؟ وان انت بتكتب شعر او بتغني او بتلحن او بتعمل اي حاجة زي اللي حصلت قبل كده، طب شكرا للتحية، يعني انت هتوجع دماغي ليه؟ فهي الفن دائما بيأتي بالجديد وليس الشاذ، وليس التوهج بره المضمون. يعني انت ما تجيش تقول لي ايه في واحد مطرب فمثلا بيطلع يغني بشورت او بيطلع ملط او بيعمل مش عارف ايه. ماشي، كل ده ايه علاقته بان المطرب عنده رسالة وعنده حاجة بيوصلها للناس؟ يعني هو بيقلع هدومه علشان يوصل للناس ايه يعني؟ انا مش فاهم. او واحد مثلا يصبغ شعره احمر او اخضر او ازرق، يعني ماشي، ايه المشكلة يعني؟ او واحد يطلع يلبس بنطلون مقطع، او يعني ايه علاقة الموضة الشكلية بمنتج يتعلق بالفكر ويتعلق بالمزيكا ويتعلق بوعي؟ يعني ايه علاقة ان واحد يطلع يعمل نفسه يلبس سلسلة عريضة او يعمل مش عارف ايه على مستوى الشكل؟ ايه اللي هستفاده ان انا شفت مطرب اراجوز او مطرب مطلع قرون او مطرب بيتشقلط؟ او يعني ايه الحكاية دي؟ احنا شفنا ناس كتيرة لما كان محمد عبد الوهاب، مع حفظ الألقاب طبعا، العظيم محمد عبد الوهاب كان بيغني بالطربوش، وبعد كده ساب الدنيا، وبعد كده بقى بيلبس لبس مودرن وكان بيغني بالجلابية والجبة والقفطان. بعد كده طور المسألة. الشيخ سيد درويش نفس الحكاية. عبد الحليم حافظ كان في أواخر أيامه بيلبس الشالستون بيربي شعره وبيلبس السلاسل وبيلبس الأنسيال وبيعمل حركات على المسرح والجاكيت دول عندهم مبررات إنهم يتنوعوا على مستوى الشكل لأن الستيج والأداء قوي. لا، عبد الحليم حافظ مطرب مكتمل. يعني قول لي بقى على صوته انه ضعيف، ما هوش فهد بلان، ما هوش محمد قنديل، ما هوش رشدي، لكن لا، عبد الحليم حافظ بيجمع في صوته كل احاسيس الوجود، والفن جزء كبير منه الاحاسيس علشان يوصلك. زي بالظبط مش كل الممثلين بيجعرهم وبيخبطهم وبيضربهم، لا، كان في ناس بتعتمد على الاداء، ادائها بس يخليك انت. يعني محمود اسماعيل ده كان عنده اداء يخليك يعني بتصدقه
بتحس ان هو يعني ده مشكلة. انا بعمل مقدمة يعني هي طويلة شوية، بس يعني انا كنت عايز اسمعكم اغنية كتبها العبقري العظيم عبد الرحيم منصور. كم عام ومواسم عدوا، وشجر الليمون دبلان على أرضه. كل شيء بينسرق مني، العمر من الأيام والضي منني. كل شيء حواليا يندهلي، جوايا بندهلك يا ترى بتسمعني فينك. بيني وبينك أحزان ويعدوا، بيني وبينك أيام وينقضوا، شجر الليمون دبلان على أرضه. الغنوة تقريبا لحنها الحاج أحمد منيب، طبعا غناها الكينج بتاعنا كلنا في تمانينات القرن الماضي. يعني هذا الشكل من الأشكال في الكتابة، أنا كمان محتاج عبد الرحيم منصور ده أفرد له حلقات، لأن أنا من وجهة نظري إن عمل انقلاب في تاريخ الأغنية زي الكبار ما عملوا بالظبط. بس هو لأنه هو كان شخص خجول وشخص يعني شخص مع نفسه. وطبعا احنا عارفين الحكاية بتاعت لويس جريس، ان هو بعد هزيمة 67 كان بيسافر المدن والبلاد. هو اكتشف هو يحيى الطاهر عبد الله ونجوم كتيرة يعني. انا بحكي الحكايه ديت عشان اربط ما بين ايه، ان من الممكن ان قانون الصدفه يخلق عبقريه، بس اذا كان ال ال اللي بي اللي بي اللي بيكتشف ده بحجم واحد زي عبد الرحيم منصور، و كم عام ومواسم عدوا، وشجر الليمون دبلان على ارضه. شوف اللغه، يا نهار ابيض. فينك انا من غيرك، انا مش عاجل ولا مجنون، ده انا مطحون والدنيا دي رحايا. كل شيء بينسرق مني، العمر من الايام والضي منني. كل شيء حواليا يندهلي، جوايا بندهلك يا ترى بتسمعني. احزان وجودية تمخول دماغك. هو ممكن يكون بيكلم وطن، ممكن يكون بيكلم واحد صاحبه، ممكن يكون بيكلم قيمة، ممكن بيكون بيكلم حبيبة. إنما مش الأغنية من أول ما بتتقال ولد بيحب بنته وعايز يشدها من شعرها وبنتي واقفة من الشباك وهكذا. احنا برضو بنسخن مع بعضينا، وربنا يجعل كلامنا خفيف على الناس اللي ما بتعرفش تسمع ولا بتعرف تشوف ولا عندها حسن إدراك. وربنا يكتر الناس الحلوة الجميلة اللي بتدعمنا بالسمع. وإن شاء الله حلقة تانية، وأشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا.